ما كاين شي واحد فينا ما كانش كيحماق على الحلويات البوق ملي كنا صغار، واليوم غنشاركها معكم مكونات بساط وطريقه سهله وجد ناجحه. تبعوا معايا الفيديو. غناخدو 2 بيضات بدرجه حراره المطبخ، كاس ديال سكر سنيده، ساشي ديال الفاني، فلون كراميل، كاس ديال الزيت، ونخلطو كلشي مزيان حتى كيتجانسوا لنا المكونات. من بعد غنزيد كاس ديال اللوز اللي فسختو ودهنتو بالزيت وخشيتو في الفران حتى تحمر ليا وطحنتو مزيان. من بعد كنزيد الدقيق الابيض تدريجيا حتى كيتجمع لي العجين ديالي. في هذه المرحله هذه كنزيد واحد الساشي ديال خميره الحلوى وكنجمع كلشي حتى كنحصل على عجينه على هذا الشكل هذا، ما تكونش قاصحه وما تكونش خفيفه. غناخذ بوش اولا بوق على هذا الشكل هذا، ندهنو بالزيت، ندهن يدي بالزيت باش ما تعذبنيش العجينه، ونخرجوا على هذا الشكل هذا. ندخلوا الفران اللي سخون مزيان على 180 درجه حتى كطيب لي الحلوه ديالي وتحمر. من بعد ما كتبرد لنا مزيان كنغطسوا لها النصف ديالها في الشكلاط اللي دايب، كتسناو حتى كيقبض راسو وكنقدموه بالصحه والراحه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم. مع السلامه.